صباحو يا جماعة، النهاردة عندنا شوية أخبار مهمة جدًا، 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 أخبار ما حدش كتير بيتكلم عنها، أخبار زي مشكلة وسام أبو علي مع النادي الأهلي، ومشكلة المدرب قبل بداية كأس العالم، وكام خبر كده اتقالوا من إنتر ميامي، وتفاصيل اتقالت عن النادي الأهلي في أمريكا، وكام خبر في السريع عن صفقات نادي الزمالك الجديدة، وعشان أقول لك كل الكلام دوّة عايزك تعمل سبسكرايب وتعمل لايك عشان إحنا محتاجين الدعم والمساعدة في الأول، ويالّا بينا نبدأ. واقول لك كل التفاصيل. اول حاجه اقولها لك، بعد ماتش باتشوكا كان في مشكله كبيره في المعسكر التدريبي للنادي الاهلي، لأن المدرب الجديد كان محتاج يعمل ماتش ودي كمان قبل البطوله. ده ليه ما ترتبلوش من الاول؟ ده ليه ما تظبطش من الاول؟ ليه تزنق نفسك وانت في امريكا ان انت محتاج ماتش تاني عشان تفهم اللعيبه وتشوف هتلعب ازاي؟ دي كانت مشكله كبيره جدا وتصرف غريب جدا. تاني مشكله معانا، هتقول لي انت ايه يا عم، انت كل حاجه جايبها لنا مشاكل مشاكل مشاكل. هقول لك عجبني السؤال، بس اتقل. سايب لك الحاجات الحلوه في الاخر، خلينا نخلص المشاكل الاول ونشوف الباقي بعدين. تاني مشكله، مهاجم الاهلي وسام ابو علي. هتقول لي ماله وسام ابو علي؟ ما الراجل لياقته زي الفل. هقول لك للاسف هو اتاخر على بعثه الاهلي عشان كان عندهم ماتش منتخب فلسطين. هو المشكله مش هنا، المشكله اللي هو بدا في التاهيل النفسي اكتر من الجسدي يعني. هتقولي نفسي ليه يا عم، هو إيه اللي حصل؟ بقول لك هو كان مشارك مع منتخب فلسطين في ماتش في تصفيات كأس العالم، والمفروض إن هم كان عندهم فرصة كبيرة جدًا إن هم يتأهلوا، بس للأسف اتعادلوا مع المنتخب العماني في الدقيقة 97 بضربة جزاء، ودوّة ضيّع فرصتهم في التأهل لكأس العالم، وده سبب حالة حزن وحالة نفسية للاعب. بس إن شاء الله يكون اللاعب محترف، عنده عقلية المحترفين ويقدر يتخطى دي بسرعة، ومع جهاز فني فاهم هيقدر يأهله بسرعة عشان يكون مستعد يقود الخط الهجوم للنادي الأهلي في كأس العالم. عندنا بقى خبر في السريع كده، هتقول لي خبر عن إيه؟ أقول لك عن نادي الزمالك. هتقول لي طب إحنا مالنا دلوقتي بنادي الزمالك؟ لا، لأن الخبر ده يمس شوية النادي الأهلي. هتقول لي إيه؟ أقول لك نادي الزمالك بدأ انتقل من مرحلة التفاوض البسيط لتفاوض كبير جدًا مع وكيل أعمال اللاعب الأهلاوي سابقًا محمد شريف. هتقول لي إيه المشكلة؟ أقول لك هي مش مشكلة أوي، بس زي ما تقول إن نادي الزمالك عايز ياخد الصفقة دي مش من أجل دعم الفريق أكتر من إنها دعم نفسي شوية، وزي ما تقول إيه هيبقى فيها شوية رَد من الصفقات اللي النادي الأهلي عملها الفترة الأخيرة من نادي الزمالك. في نفس الوقت بيتناقشوا مع مهاجم تاني اسمه مانجالو من نادي القطري. هو دلوقتي بقى لاعب حر، اللاعب سنه 32 سنة فكبير نوعيًا، بس ميزته اللي هو قدام الجون بيخلص. هتقول لي يا عم أنت عمال تقول لي أخبار وحشة، أخبار وحشة، اديني بقى حاجة حلوة، روّق عليّا. أقول لك هاروّق عليك. تصريحات نادي الإنتر عن النادي الأهلي المصري، تصريحات تحسسك بالفخر، بالحب، بالجمال، بالدلع. مبدئيًا كده نادي الإنتر بيلقب النادي الأهلي بكينج أفريقيا، ملك أفريقيا. وبالعكس فريق الإنتر خايف من ماتش الأهلي جدًا، 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 لدرجة إن أصلًا الصحف الأمريكية بتقول إن مجموعة الإنتر من أصعب المجموعات. تقول لي أصعب المجموعات إيه يا عم؟ ده إحنا معناش مانشستر سيتي ولا يوفنتوس. أقول لك ماشي، ماشي، إحنا مش معانا فريق أوروبي رقم 1، إحنا بنتكلم من منظور فرقة الإنتر، تمام؟ لكن في نفس الوقت معاهم في المجموعة أقوى فريق في أفريقيا، وأقوى فريق في أمريكا الجنوبية. كده كده بتاع أوروبا ده ما لناش دعوة بيه في كل المجموعات. هو كان عايز الفرقتين التانيين يبقوا أضعف من كده. صورة ميسي مع لعيبة الأهلي مولعة الدنيا في أمريكا، عاملة شغل جامد. مش كل يوم بتشوف الحاجات دي، ومش كل فرقة مصرية بتعمل الحاجات دي. ركز معايا. وبالنسبة لبورتو البرتغالي ما أبداش أي تصريحات عن المجموعة. بورتو مركز في التدريب بتاعه. بالميراس قالوا يعني المدرب الفني بتاعهم قال كلام حلو عن النادي الأهلي، اللي هو فريق قوي وما ينفعش نستهتر في الماتش دوت زيه زي أي ماتش في المجموعة. وقال كمان إن كان حصل لقاءين قبل كده بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية. مرة هم كسبوا ومرة إحنا كسبنا، فالموضوع خُد وهات كده، فالموضوع مشوّق. المجموعة بتاعة الأهلي مشوّقة، عارف، لا أقدر أقول لك إحنا ضامنين ولا أقدر أقول لك إحنا هنطلع، حاجة كده بين البينين. في حاجة غريبة عايز أقولها لك، التشكيلة بيتلعب فيها في التدريبات في أمريكا تشكيلة غريبة، أول مرّة نشوفها للنادي الأهلي، 4-4-2. هتقول لي طَب إيه الغريب في كده؟ هاقول لك الغريب إن الاتنين اللي قدّام المفروض وسام أبو علي وبن شرقي. إيه ده؟ طَب واللي سيبك من الدفاع والجون، مش هي دي المشكلة. طَب اللي بعديهم إيه؟ اللي بعديهم
في النُص بن رمضان وإمام عاشور، وعلى الطرفين تريزيجيه وزيزو، هيلعبوا أطراف نُص ملعب وفي نفس الوقت بيساندوا قدّام، يعني مرّة واحدة هتلاقي عندك 4 في النُص الهجومي، في الشق الهجومي 4 مرّة واحدة. طب إيه المشكلة في كده؟ المشكلة اللي أنت عندك الطرفين دول هيتعبوا وهيأدّوا وهيعملوا أداء عالي، بس الميزة إن الطرفين دول عندك ناس بديلة، مش نفس المستوى الناس دي، بس عندك احتياطي يشيل، فالتشكيلة دي هجومية بطريقة مخيفة. الأهلي بالطريقة دي معتمد إن أنا هيخش فيّا أجوان، بس لازم أجيب أجوان أكتر. أنا عايزك بقى تكتب لي في الكومنتات أنت متوقع تشكيلة الأهلي هتبقى عاملة إزاي أمام إنتر ميامي، وعايزك تكتب لي لو أنت شايف إن فرصة الأهلي كبيرة في التأهل والّا لأ، وعايزك تكتب لي برضه لو في أي حاجة مضايقاك أعدلها، إحنا لسه بنبدأ مع بعض.